البنت دي بتطلع كل الفلوس اللي محوشاها وبتخلي ابوها يشتري لها كل تذاكر اليانصيب، وده لانها بتكون متاكده ان في تذكره منهم هتفوز ب1,000,000 دولار. وهنا الاب ما بيكونش مأمن ببنته وبيقول لها انت بعد الموضوع ده هتشحتي ومش هيكون معاكي ولا جنيه، وبيبدا يتعصب عليها. لكن البنت بتكون واثقه جدا، وفعلا بعد يوم البنت بتلاقي ورقه اليانصيب اللي ربحت 1,000,000 دولار. وهنا الاب بيكون سعيد جدا وبيقول لها احنا هنروح نستمتع بالفلوس دي. لكن هنا البنت بتقول له مش هنصرف منهم ولا جنيه، وكمان هنبيع البيت وهنستثمر كل الفلوس دي باسهم في شركات. وهنا الاب بيقول لها انت مجنونه، انت عاوزه المبلغ ده كله يضيع مننا، انا مش موافقك على ده. لكن البنت بتكون مصره وبتقول للاب ان هو لازم يامن بيها. فالاب بيقول لها احنا مش هنحط كل الفلوس، احنا هنحط جزء معين علشان لو خسرنا ما نبقاش خسرنا الكل. فهنا اول ما التليفون بيرن البنت بتمسكه وبتتكلم في التليفون وبتاكد ان هي دخلت كل الفلوس في الاسهم. بعد فتره الاسهم بترتفع وبيبقوا اغنى ناس في المدينه.